سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناه فاتي شهوات. ان شاء الله شارك معكم واحد الوصفه ديال الخيار في هذا الصهد هذا اللي كتجي زوينه بزاف وكتعرف الفوائد ديال الخيار. كنشدو واحد الحامضه، نحكوا لها داك القشور ديالها، غير ما توصلوش لداك البيض باش ما تجيكمش مره الحكاكه رقيقه. ومن بعد كنشدو الخيار، انا درت 2 خيار، نتوما على حسب المتوفر عندكم. حتى هو كنحكوه في رقاقه رقيقه كما كتشوفوا. هاد الوصفه هادي راه كتجي زوينه بزاف ومنعشه وصحيه. كنبقاو مستمرين حتى كنسالو الكميه ديال الخيار اللي عندنا. صافي حنا كملنا الكميه اللي عندنا. المهم الا عجبكم الا عجبتكم هاد الوصفه هادي ما تنساوش تبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده ويوصلكم كل جديد. واللي اول مره كتشوف القناه ديالي تنقول لها مرحبا والف مرحبا، والتعليقات ديالكم الزوينه اللي ديما كتفرحني وكتزيدني لقدام، وتفعلوا الجرس. ومن بعد كنشدوا واحد ديك الحامضه النيت اللي حيدنا لها القشور ديالها، كنعصروها. صافي ملي كنكملوها كنضيفوها على داك الخيار. ما تمشيو فين، بقاو معايا حتى نكمل لكم الوصفه. من بعد كنزيدو سنيده، اللي بغى يديرها يديرها، كيعجبو السكر يديرو، اللي ما كيعجبوش يخليوها غير هكاك طبيعيه ماشي مشكل. نتوما السكر على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي الحلاوه كاين اللي كيبغيها ناقصه ماشي مشكل. ومن بعد كتشدوا الزعتر كتحكوه بين يديكم، تسخنوه واحد شويه وتحكوه مزيان، ولا كطحنوه باش كيجي غبره ما كيبقاش باين فيه هاد الفرات الساكه. صافي هادشي اللي كاين. من بعد كتحركوا وكديروه في الطويصات وبالصحه والراحه. هانتوما هو الشكل النهائي ديالو، شوفوا كيفاش كيجي. يلا بالصحه والراحه.